انسي بقى طريقة ست الحبايب وتعالي بينا هنعمل مع بعض النهاردة احلى قراقيش بيتي. بس بقى ايه يعني في قلبك زي ما انتم شايفين كده. كيلو من الدقيق نخلته كويس جدا وعملت فيه حفرة، جبت هنا معلقة كبيرة من الشمر على اليانسون، كنت انا طحناه وحطاه في التلاجة. بجيب منه معلقة كده وبحطه في النص، وبجيب هنا 400 جرام من السمنة البلدي او خليط من السمنة البلدي والنباتي او اي نوع سمنة انت بتحبيه، او ممكن كمان نحط سمنة على زيت. سخنتهم كويس جدا او قدحتهم ونزلت عليهم بالدقيق، ونسمي الله ونصلي على رسول الله كده، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. هجيب بقى إيه هسيب الدقيق بتاعي يهدى شويه او لحد ما انا اقدر ان انا اتحمله. ببدا كده اجيب الدقيق وابسه كويس جدا بالسمنه. مش عايزه ولا دقيقه يكون ما فيهاش سمنه، عايزه ابسه كويس جدا لمده ربع ساعه كده. اخلي الدقيق بقى عامل زي الرمل المبلول. بعد كده هسيبه يهدى، وهجيب هنا معلقتين كبار من اللبن البودر، معلقتين كبار من النشا، واربع معالق كبار من السكر، رشة من الملح، رشة من الفانيليا، وكمان رشة من البيكنج باودر. تمام كده. اربع معالق سكر، معلقتين لبن بودر، معلقتين نشا، ورشة من الفانيليا، رشة من الملح، ورشة من البيكنج باودر. هقلب كل الكلام الحلو ده مع بعضه كده. الريحة بقى يا جماعة ريحته تحفة تحفة تحفة، كان حلو قوي. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها، واكون هنا مدفي شوية لبن. هنقلب كويس جدا علشان البيكنج باودر يروح كده وفي الخليط بتاع العجينة كلها. معايا هنا حوالي كوباية من اللبن الدافي، وحطيت عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وقلبتهم كويس جدا. وهننزل كده بسم الله، وهنقلب الخليط بتاعنا كده بالراحة كده. انا مش عايزة اعجن، انا عايزة الم العجينة بتاعتي باللبن. تمام. حاسه ان هي محتاجة شوية من اللبن، بجيب كمان شوية لبن وهنزل هنا بالتدريج معلقتين معلقتين كده، والم العجينه بتاعتي. احس ان هي مفروله، احط شويه لبن كمان لحد العجينه بتاعتي ما تبقى طريه معايا وما فيهاش اي تشققات. تمام كده اهي، ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. وخلي بالنا ما نعجنش عشان العجينه بتاعتي ما تبقاش تقلب العيش. ناعمه اهيت وجميله جدا ما شاء الله. هغطيها واسيبها ترتاح حوالي نص ساعه. بعد كده هجيب بقى قطعه كده من العجينه وهلفها رول بالطريقه دي كده، واخلي السطح بتاعها ملساء كده ومفيهوش اي تشققات. وهبدا افردها زي ما انتم شايفين. انا عاوزه السمك بتاعها تكون كلها نفس السمك. هعمل بايديا بقى كده واشوف ايه المكان اللي يكون سميكه والمكان اللي فيها رقيق، لان الايد هي اللي هتحس بيه العجينه اكتر. زي ما انتم شايفين كده. هديها بقى كده تمشية عشان تبقى السطح بتاعي ألمس. هقطع الاربع اطراف دول علشان تكون القراقيش بتاعتي شكلها حلو، وكمان تكون كلها متساوية زي ما انتم شايفين كده. بشيل الاطراف كده، وطبعا نستخدم اي حاجة ما تكونش حادة علشان المفرش السيليكون بيتقطع من السكينة، او ممكن تستخدم السكينة بس ما تكونش حامية قوي. هنا قطعت الاطراف بالشكل ده. طبعا هلمها كلها واحطها على باقي العجينة التانية لحد ما اخلص كل الكمية كده. هجيب بقى انا عايزة القراقيش بتاعتي تكون سمكها او عرضها ما يكونش سميك قوي، او ما تكونش عريضة قوي وما تكونش رفيعة قوي، حسب ما انتي حابة حجم بقى الطول والعرض بتاع القراقيش بتاعتك. احلى قراقيش تقدري تعمليها بجد، حلوة جدا جدا جدا. شايفين السمك ده؟ هجيب بقى صينية ومدهونة زيت وهحط فيها القراقيش بتاعتي، وهرص الصاج بتاعي او الصينية، وهبدأ اسيب ما بين كل واحدة والتانية مسافة. هنا الصينية ده عندها مسحة من الزيت كده، وببدأ هنا ارص القرص بتاعتي او القراقيش بتاعي بالطريقة دي او المنيه. في ناس بتقول منين، في ناس بتقول قراقيش، اي قرص زي ما تحبي بقى تقولي. في طبعا اماكن مختلفة بتقول ليها كلها مسميات مختلفة. وممكن كمان بدل ما نحط سكر نخليها قراقيش مالحة يا جماعة، في ناس بتحبها القراقيش المالحة. جبت هنا بقى سبتها ترتاح
ساعة. وبعدين جبت هنا صفار بيضاية حطيت عليه شوية من اللبن وشوية من الفانيليا، وجبت هنا فرشة بقى ودهنت بيها القراقيش بتاعتي دي كده، بتدي طعم حلو وفي نفس الوقت تدي لون حلو جدا. بعد ما دهنت كل القراقيش كده جبت هنا شوكة بقى وايه وعملت تموجات كده علشان تديني شكل حلو بعد التحمير. هاخدها بقى واكون مولعه الفرن على درجه حراره 200. اول ما ادخل الصينيه بتاعتي هدي النار واخليها على درجه حراره 180 لحد ما تحمر معايا من فوق ومن تحت. وهنشوف الجمال والحلاوه دي. شايفين شكلها ولونها تحفه تجنن. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، تحفه يا جماعه. لازم نسيبها ترتاح نص ساعة بعد ما عجناها وساعة بعد ما شكلناها في الصينية. تمام. هي شايفين شكلها ولونها تحفة تجنن. جربوها، وصفة حلوة قوي. يا ريت تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، تكتبوا لي كومنتات حلوة كده زيكم. وجربوا الوصفة جميلة جدا وحلوة قوي في الفطار في العشاء. دي ضيوف جايلك ممكن تعملي برضو شوية قراقيش مع كوباية شاي بحليب. وبألف هنا وشفا. قناتي على اليوتيوب باسم أميرة أبو زيد بالعربي، وفيديو القناة بتاعتي على الفيسبوك باسم أميرة أبو زيد بالعربي والإنجليش. تعالوا بينا بقى نشوف الجمال والحلاوة ده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، بتقطم يا جماعة ومقرمشة وهشة وتحفة تحفة. شايفين الجمال، حلوة قوي. بعد ما تخبزيها وتسيبيها تبرد تماما بتقدري تحطيها في علبة تلاجة وتكون محكمة الغلق عشان ما تطرش معاكي. اشوفكم في وصفة جديدة وباي باي.